يلا بينا خطة انقاذ، ما فيش وقت للتفسير. الامتحانات خلاص كبست، فكتر الكلام اصلا في اليومين دول شيء ملوش اي داعي، بس عشان كل الناس كانت عايزه حاجه على ارض الواقع وما يبقاش كلام وخلاص، فاحنا هنحاول نعمل في الفيديو ده خطه انقاذ فعليه كده. لو رتبت بيها يومك المفروض انك لو مشيت عليها بنسبه 90 او 80% ان شاء الله النتيجه في النهايه تكون مضمونه. بس اهم حاجه ببتدي بيها فيديوهات اللي من النوع ده انك تحاول تجنب كل علامات اليأس، تركز كده معايا عشان ان شاء الله نصلح ما قد افسد. اعمل لايك وسبسكرايب وشير لاي حد انت شايف انه ممكن يستفيد من خطة الانقاذ دي، ويلا نبدأ بسرعة عشان مفيش وقت للتفسير. اول حاجة واهم حاجة اللي كلكم بتهاجموني عليها، التركيز على الحل. الامتحانات تقريبا يوم 15 زي ما الجدول بيقول، بس هتبتدي بالدين والتربيه الوطنيه اللي احنا تقريبا بنراجع لهم بس ليله الامتحان يعني، او بنقرا لهم يعني اهم العناوين ليله الامتحان او قبلها بيوم. لكن اللغه التانية اللي عند الناس اللي معرفش هل لسه في الماني ولا لا، بس المهم ان هي فرنساوي او الماني هتبتدي يوم 17. خلينا نقول ان الجدول الفعلي بتاعنا بادئ من يوم 17. النقطه الاولانيه اللي المفروض نركز عليها في شهر الامتحانات هي الحل الكتير. انا عارفه ان انت دلوقتي واقع منك معلومات كتير قوي، محتاج ان انت تراجعها، محتاج انك تفتكرها. تصدقني مفيش اي حاجه هتفكرك بالمنهج كله او هتلملك المنهج كله غير حل الشوامل. حل شوامل على قد ما تقدر، حتى لو باقي على الامتحان يوم واحد حل اكبر قدر من الامتحانات اللي تقدر انك تحله في اقل وقت ممكن. حل الامتحانات هو اول حاجه هتقدر تجمع لك كل النقط اللي انت واقع فيها وهتفكرك بكل الحاجات اللي انت مش فاكرها. فلو الفرنساوي او اللغه التانية الالماني او اي ايطالي او اي لغه تانية انتوا واخدينها باقي عليها تقريبا من دلوقتي حوالي من 6 ايام، فاحنا مش محتاجين لها غير 3 ايام بس. يعني معانا 3 ايام نقدر احنا نستغلهم في اي حاجه انت واقع فيها. لو انت واقع في ماده زي العربي او ماده زي الفيزياء او ماده زي الكيمياء او ماده زي التاريخ، انت معاك 3 ايام تقدر تعمل فيهم اي حاجه. 3 ايام دول ما تعملش فيهم حاجه غير انك تراجع وتحل امتحانات. مراجعه انا مش قصدي بيها انك تجيب المنهج من اوله لاخره، انا اقصد بكلمه مراجعه انك تفتكر الحاجات المهمه والرئيسيه. خلينا نرتب الاول اولوياتنا وبعد كده هقول لك الخطه هتمشي ازاي. اول حاجه اللي احنا اتفقنا عليها اللي مفروغين منها مهما تهاجموني، حلوا امتحانات وشوامل كتير. تاني حاجه من اهم الحاجات، نظم وقتك. ما تسيبش كده الوقت سداح مداح، تعمل اي حاجه في اي وقت، تصحى في اي وقت، تنام في اي وقت، تاكل في اي وقت، تاخد بريك في اي وقت. اعمل لنفسك خطه يوميه. انا ما اقدرش اعملها لك لان انا ما اعرفش انت كل يوم بتمشي بايه، بس امشي على الحاجات المهمة والأولويات في شهر الامتحانات. أهم حاجة بالنسبة لي الرسول صلى الله عليه وسلم قال البركة في البكور. لو انت بتنام متأخر وبتصحى متأخر ده غلط ووحش جدا في شهر الامتحانات. ما تخليش ميعاد صحيانك أبدا بعد الساعة 7. اكيد يا ريت طبعا لو بتصحى من قبل كده وتهدى وتصلي وتفطر وتعمل كل حاجة وتبتدي مذاكرة فعلية من الساعة 7. مخ في الساعات الأولانية من النهار بيكون في قمة تركيزه، بيكون لسه مش متأثر لا بنوم ملخبط ولا بعوامل حصلت في اليوم. حاول تستغل اول كام ساعة من النهار بانك تراجع فيهم او تدخل فيهم المعلومات المهمة، وخصوصا حل الامتحانات، لان دي الحاجات اللي هيخزنها المخ في الاول، دي الحاجات اللي هترجع لك بسرعة. تنظيم اليوم هنا معناه انك بتنظم اولوياتك في اليوم على حسب امتحاناتك مش على حسب اي حاجة تانية. بس خلينا نقول تالت حاجة واهم حاجة هي المراجعة السريعة والتركيز على اهم النقاط. يعني مثلا بالنسبة للعربي فانا هراجع عن النحو او قواعد النحو بشكل سريع، راجع مثلا على معلومات مهمة في البلاغة، معلومات مهمة في الادب. تقريبا النصوص عندكم بقت نصوص متحررة مش بتيجي في الامتحانات او مش عارفة هي بتيجي ازاي. يعني اهم النقاط في كل الفروع او العناوين الرئيسية بس هي اللي بتتراجع. بالنسبة للكيمياء والفيزياء براجع فيهم اهم القوانين، اهم المفاهيم. بالنسبه للانجليزي مثلا براجع الكلمات المهمه، براجع قواعد الجرامر. هي دي الحاجات المعينه اللي انا لازم اركز عليها في المراجعه. يعني كده حاول تتخيل انك بتقرا جرانين بس بتركز على عناوين المهمه في الجورنال. ابعد بقى الفتره دي عن الحفظ والتكرار والحفظ والتكرار والترديد اللي هيضيع منك وقت كتير وهيخليك ما تحصلش غير جزء بسيط جدا ما يأهلكش انك تخش الامتحان. رابع حاجه ومن الحاجات المهمه جدا هي تحليل الاخطاء. اتفقت معاكم من اول فيديو عملناه عن الموضوع ده ان احنا هنجيب كشكول نسميه
كشكول الاخطاء. امتحانات وكل الاسئله اللي احنا حليناها ما عرفناش نحلها اكتبها في الكشكول ده بقى وقتها انك تطلع الكشكول ده دلوقتي وتحاول تحلل كل الاخطاء اللي انت غلطتها وتسترجعها، تشوف ايه اكتر الابواب اللي انت كنت بتغلط فيها فمحتاجه تتراجع، اكتر الاجزاء اللي انت واقع فيها فمحتاج تجيبها تاني من الاول، وتحاول تحفظ الاسئله دي حفظ صم، ان هي دي الاسئله اللي معظمها هيجي في الامتحان. خلينا بقى اديك خطه لليوم بشكل سريع. انت هتصحى من النوم الساعه 7 الصبح علشان تبتدي يومك، فخلينا نقول انك خلصت خلاص مرحله الصلاه والفطار والكلام ده وبادئ تقعد على المكتب الساعه 7 الصبح. اول 30 دقيقه من المذاكره لازم تكون للمراجعه اللي احنا اتفقنا عليها، اللي هي مراجعه المفاهيم والقوانين والحاجات المهمه من كل المواد. فلو انا بادئ اذاكر دلوقتي عربي او فرنساوي او اي حاجه من الحاجات دي، هركز على الحاجات المهمه في اول 30 دقيقه. بعد ال 30 دقيقه دول انا محتاج اقعد على الاقل 2.5 ساعات بحل امتحانات بس، بحل بقى اسئله سواء كانت اسئله على الابواب او بحل شوامل او بحل امتحانات السنين اللي فاتت. المهم 2.5 ساعات تركيز كلهم حل امتحانات بس، طبعا جنبي كشكول الاخطاء. بعد ال2.5 ساعات دول ما تعملش اي حاجه في حياتك غير انك تاخد بريك ده بيكون من 15 ل 20 دقيقه على حسب انت عايز تاخد بريك قد ايه. اهم حاجه ان في ال15 او ال20 دقيقه اللي انت واخدهم دلوقتي بريك، بلاش موبايل، بلاش تلفزيون، بلاش اي نوع من انواع المشتتات. تاخد بريك عشان تشم نفسك، تغير جو. المهم انك ما تركزش لا في موبايل ولا في سكرولينج ولا في تيك توك ولا في اغاني ولا تتسحل مع اي حد خالص. بريك بتتنفس بس عن نفسك. بعد كده تاخد الفترة التانية من المذاكرة اللي هتتقسم بنفس الطريقة. أهم حاجة إن ما بين كل الفترات لازم ما تنساش الصلاة. سلام لو في نص اليوم تاخد لك ورد قرآن صفحتين، آخر اليوم بعد ما تخلص مذاكرة تصلي لك 2 ركعتين قيام ليل تدعي فيهم بكل الحاجات اللي أنت نفسك فيها. أهم حاجة بالنسبة لي بما إنك هتصحى قبل الساعة 7 11 بالدقيقة لازم تكون دخلت تنام. ما تنامش أقل من 7 ل 8 ساعات، إن هو ده الوقت اللي المخ هيحاول إنه يخزن فيه كل الحاجات اللي أنت اديتها له النهاردة. مش هتتخزن في الذاكرة المؤقتة لانك نايم غلط، دي هتتخزن في الذاكرة الدائمة اللي هتسترجعها وقت ما تبقى عايز. ده فسيولوجيا او طبيا كلام علمي، اللي انا بقوله لك ده كلام علمي مثبت، مش بقولك اي كلام وخلاص. تمشي على نفس النظام ده في كل حاجة. يعني مثلا من اللغة التانية اللي هي يوم 17 لحد العربي اللي هو يوم 22 تقريبا 4 ايام، ان اليوم اللي بتبقى جاي فيه من الامتحان بتبقى مرهق، فمش عايزه الود عليك يعني واخليك تذاكر يوميها، لكن لو تقدر اكيد هيكون حاجه كويسه. خلينا نقول ان هم 4 ايام بس. 4 ايام دول هتقسمهم بنفس الطريقه، تقسم المنهج عليهم، هتسيب اخر يوم بس المراجعه شامله مثلا، لكن ال3 ايام الاساسيين اللي قبل اليوم الاخراني هتقسمه بنفس الطريقه. قيس بقى كل ده على بقيه المواد. اهم حاجه ما تنساش ان الموبايل اكبر عدو ليك الفتره دي، وخصوصا شهر الامتحانات. اكبر انواع المشتتات اللي بيخلي المعلومات ما تتخزنش نهائي، لانه المخ بيخزن اسرع الحاجات السهله زي الفيديوهات والاغاني والحاجات اللي زي دي، فدي هتاخد مساحه وحيز من مخك تخليك ما تقدرش تخزن حاجات تانية. في نفس الوقت هو بيسحلك وبيضيع الوقت، فبلاش منه خالص الشهر ده. تاني حاجه الثقه في النفس، بغض النظر انت فين. الثقه في النفس هنا مش هتبقى ثقه في نفسك انت غير بنسبه 50% ولا حاجه، بقيه النسبه كلها ثقه في ربنا سبحانه وتعالى. بتبقى واثق ان دعاك ليه وتضرعك ليه ورغبتك ان هو يحقق لك حاجه انت نفسك فيها، عمره ما هيخذلك، وانه هيوصلك للحاجه اللي انت نفسك فيها بغض النظر انت بتعمل ايه. وفي ناس ما بتوصلش بالمجهود، في ناس بتوصل بانها حاولت بس ما قدرتش. اوعى تنسى ان الدعاء هو مفتاح الفرج. لو انت في ازمه ايا كان نوع الازمه، فتضرعك لربنا سبحانه وتعالى بالدعاء هو اول باب من ابواب تحقيق الامنيات. اوعى تقارن نفسك بحد الفتره دي، لا تشوف صاحبك ده وصل لغايه فين، ولا تسمع ناس من على الفيسبوك ولا من جروب الواتساب انهم خلصوا المنهج 3-4 مرات، ولا تعمل اي حاجه غير انك تبص لنفسك وتبص للخطه اللي انت بتعملها وبس. اهم حاجه واهم نقطه، بما ان خلاص الامتحانات على الابواب، ما بنطبقش يوم الامتحان، نروحش الامتحان مطبقين. يعني انا ما بفضلش اسهر طول الليل اذاكر على اساس ان انا المعلومات دي يعني هتفيدني في اللجنه. عايزه اقول لك انك مجرد ما هتمسك القلم في اللجنه هتنسى كل اللي انت كنت بتاخده. ان فكره انك ما تنامش الساعات اللي قبل الامتحان وانك تقوم فايق ودماغك مش مصدعه ومركز، اللي هيخلي المخ يسترجع المعلومات لما تيجي تطلبها منه. اما لو انت رايح اصلا لسه بتخزن، فهو لسه المخ في حاله التخزين، هو مش مستوعب ان انت عايز المعلومات اللي عنده دلوقتي. فدي لمخك فتره ومهله يخزن ويسترجع براحته. في النهايه ما تنساش انها سنة زي كل السنين اللي انت مريت بيهم في حياتك، حتى لو انت شايف انها تحديد مصير، بس والله هي ما تحديد مصير خالص. وده مش كلام مزوق دلوقتي علشان احاول اهديك او اطمنك،
كلام حد عدى وخلص وشاف الدنيا، كلام ناس كتير حواليا بتثبت نفس كلامي. هيحدد طريقك هو شغلك وتعبك. بعدين الثانويه العامه دي مرحله انتقاليه من مرحله معينه لمرحله تانية. ناس كتير حققت نجاحات واثبتت نفسها ويمكن هي ما كانتش متعلمه اصلا. ناس بتحاول تثبت نفسها في حاجات مش في نفس الكليه اللي هي دخلتها، في نفس التخصص اللي هي خدته. اعرف ان ربنا سبحانه وتعالى برغم كل اللي هتعمله وبرغم اللي هتحاول تعمله هيقدر لك الخير في الاخر، فايا كانت النتيجه اللي انت هتوصل لها، سواء كانت بوجهه نظرك وحشه او بوجهه نظرك حلوه، اعرف ان هي كانت الخير ليك. انت تعبت وعملت اللي عليك. مش عارفه هنتكلم تاني امتى، ومش عارفه هنعمل تاني فيديو تاني امتى، مش عارفه هقدر اتواصل معاكم تاني امتى. بس كل اللي انا عايزاه منكم انه لو ما نزلناش حاجه لغايه يوم الامتحان، اتمنى اي حد شاف الفيديوز دي واستفاد منها يبعت لي ويطمني ويقول لي ان هو عمل كويس او عمل وحش. بس ان شاء الله كلكم تبعتوا لي تقولوا لي ان انتوا عملتوا كويس، وتقولوا لي ان انتوا كلكم حققتوا حاجات كتير انتوا كان نفسكم فيها، انه الامتحان كان حلو وكان لذيذ والامتحانات كلها هتعدي كويس وتبقى كويسه وحلوه وجميله ولذيذه. واتمنى ان انتوا تكونوا فعلا بتستفيدوا من الفيديوز اللي انا بقدمها لكم دي. وبس خدوا بالكم من نفسكم. باي.